في نوعية كده من الرجالة من أول ما بيتجوز وهو بيسيطر على زوجته سيطرة كاملة، بيعزلها عن العالم الخارجي. سميها بقى غيرة شديدة، سميها تحكم، سميها نرجسية، سميها زي ما تسميها، ولكن احنا بنتكلم على واقع. قهر وظلم وقسوة وشدة وتحكم في المصاريف، في زيارة الأهل، في كل شيء. صوت عالي، كلمات صعبة، يعني بيربي لها الرعب. المشكلة بقى فين؟ المشكلة إن الست دي لحظة ما بتخرج من هذا التحكم بعد 20 سنة جواز، بعد ما الأولاد اتجوزوا، بعد ما الأولاد كبروا، بعد ما هو اتهد شوية. هي بتقول لك هو ما كانش كده، ده هو اتهد كتير. أول ما هتخرج من هذه السيطرة، أول ما تلاقي داعم، تلاقي أخوها أو أبوها اللي حاسين بيها وقفوا جنبها، ايا كان المرحلة، مش شرط يكون 20 سنة، ممكن بعد 5 6 سنين الست دي هتتطلق ومستحيل ترجع لك مرة تانية. حتى في بعض الرجالة لما بيحس ان هي خلاص، بيقعد يقدم تنازلات كتير، عاوز يرجعها ليه مرة تانية، ما بيعرفش. فعشان كده بنقول اللي حصل حصل، واللي وصل وصل. خلاص، يا ست مشت وخلاص وسابت، مفيش مشكلة. انما بنقول للحالي بقى، لو انت بتقهر زوجتك، لو انت بتظلم زوجتك، لو انت مسيطر لدرجة غير مقبولة شرعا، لو انت يعني بتعاملها بشدة وظلم وقهر، الآن حاول تخف شوية عليها، حاول تديها مساحة، حاول تعوضها عن اللي فات قبل ما الست دي تخرج بره هذه السيطرة ولن تعود إليها مرة أخرى. الست اللي بتطلع بره سيطرة رجل ظالم، والله العظيم لو جبت لها كنوز الدنيا كلها علشان ترجع ساعة واحدة وهتعيشها في قصر وهتديها كل الإمكانيات، مش هترضى. فقبل ما توصلها إلى هذه المرحلة، ارجع انت وفوق لنفسك، علشان ساعتها ما بيبقاش في حل. يعني ساعتها انت بتبقى شايف المملكة بتاعتك بتنهار، شايف الاولاد بيتشردوا، شايف البيت بيتهد، المعبد اتهد على اللي فيه، ولكن انت السبب. ده بما كسبت يداك، فما تلومش اي حد. فلو انت دلوقتي حاسس ان انت فعلا بتعمل مع زوجتك كده، مسيطر عليها، قاهرها، ظالمها، متحكم في كل حاجة. خلي بالكم، انا مش بتكلم على الامور الشرعية، انا بتكلم على رجل فيه قسوة، فيه ظلم، فيه شدة، فيه غلظة، وفيه تحكم وسيطرة. لو انت بتعمل دلوقتي كده، فوق وارجع قبل فوات الاوان. ربنا يحفظكم ويهديكم ويصلح ما بينكم يا رب.